السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب يكون كده كلكم بألف صحة وعافية يا رب. بصوا النهاردة بقى الفيديو جديد ومش مش روتين ولا اي حاجة. النهاردة هنعمل اكلة جميلة جدا جدا، يمكن في معظم الناس بتحبها قوي. الكبسة السعودي دي على اصولها، ما فيهاش اي افتكاسة خالص، دي على الطريقة السعودية. ان شاء الله اللي هيجربها هتعجبه جدا جدا. انا معايا هنا، مش هطول عليكم، انا معايا هنا بقى لحمة. عايزة تحطي لحمة حمرا مفيش مشكلة، لحمة ملبسة، لحمة بعضمها. مفيش أي مشكلة، أي لحمة عندك هتمشي. أهم حاجة نغير في أكلنا، مش شرط إن احنا كل مرة نسلق أو نشوي أو كده. لازم نجرب كذا طريقة لأكلنا، نشوف ولادنا يحبوا ايه. أنا هنا معايا كده لحمة، قصدت كده ان انا احط فيهم حتتين ملبسين وحتتين بعظم كده، عشان اوريكم ان مهما يكون اللحمه بعظمها قد ايه بتبقى دايبه بعد كده في السوا. شايفين دي كده حته من الريشه. زائد كمان الحتت الملبسه دي بتديني مرقة حلوة للرز وللخلطة اللي احنا هنعملها. هنا معايا برضو فلفل اخضر وعصير طماطم، ده مج بس كده. وده كده بطاطس انا مقطعاه 4/4، دي بطاطس بصل. بصل صغير انا مقطعاه 4/4، ودي البهارات بتاعتي قرنفل وحبهان وقرفة خشب وفلفل اسمر وكاري وكركم. وده اللومي اللي هو الليمون المجفف. انا نسيت بقى الورق اللوري ونسيت المستكة، بس هحطهم معاكم ان شاء الله. هنا نقيت اكبر حله عندي، مقاسها ما شاء الله كبير جدا لان انا هزود في الرز. حطيت بقى ماده دهنيه هنا معايا ونزلت فيها التوابل اللي هي الحب، زي اللومي والقرنفل والحبهان والقرفه، وده ورق لوري اللي انا كنت ناسيه احطه معاكم في البهارات. كده هديهم تشويحه بسيطه جدا. ونزلت بعد كده بالبصل اللي انا مقطعاه شرايح صغيره، ده انا ما حبيتش ان انا انعمه بصراحه. حبيت ان انا طعمه يبان في الرز كده، لان هو هيتاخر معايا في اللحمه فهيدوب قوي، فانا حبيت كده في طعم البصل كده يبان معايا في الرز. فعشان كده انا قطعته كبير شويه كده، مش فرماه. بس كده هبتدي بقى اقلب فيه لما احس ان البصله دبلت معايا شويه. هبتدي بقى ان انا انزل كده باللحمه. لو وصلت معايا لهنا يا ريت تعالوا نصلوا على النبي، ما فيش احسن من ذكر الله والصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احنا في ايام مفترجه، وربنا يجعل يا رب ايامنا كلها خير وبركه ان شاء الله. كده بصوا نزلت باللحمه، عملت لها زي صدمه. تاخد صدمه كده من الماده الدهنيه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. ولما تستوي كده تبقى طريه معايا، ما تبقاش ناشفه ولا حاجه. وهبتدي بقى اقلبها كده تقليبه بسيطه لحد ما يغير لونها بس. بصوا بقى الخطوه اللي جايه دي، ممكن تحطوا البهارات الناعمه دي في الماده الدهنيه الاول مع البهارات الجافه، وممكن تعملوها زي ما انا ما عملتها كده. انا حبيت اعملها كده دلوقتي علشان ما تمررش في الماده الدهنيه لما اشوحها. انتوا عارفين البهارات البودرة دي ما بتتحملش السخونية، فانا حبيت احطها مع اللحمة، بس طبعا انتي براحتك. ممكن تحطيها مع الحاجات اللي ضفناها الاول في المادة الدهنية، زي القرفة الخشب والحاجات دي. لكن انا فضلت ان انا اعملها كده دلوقتي. وبعد كده حطيت بقى مج عصير الطماطم. ممكن لو ما عندكيش عصير طماطم تستغنوا، هي اصلا بتتعمل بصلصة، معلقتين صلصة، بس انا ما عنديش صلصة طبعا. عندي طماطم، قلت مش هتضر ولا حاجة، هتبقى طعمها كمان جميل اكتر. جبت هنا بقى معايا المية. انا زودت المية طبعا عشان اللحمة تستوي براحتها قوي، تاخد حقها في السوا. وهنا كده كنت جبت المستكة بتاعتنا. وحطيتها بالطريقة دي كده، بتدي برضو طعم وريحة جميلة جدا للحمة او للشوربة او للرز يعني. وقلبتهم بالطريقه دي كده، وهسيبهم بقى مع نفسها خالص تاخد وتدي كده لما تستوي. لان من اهم اسرار الكبسه لازم اللحمه تدوب كده معاكي في حته الرز. فانا سبتها تستوي معايا على الاخر خالص، ما استعجلتش عليها خالص. وبصوا كده كانت اللحمه خلاص داخله على سوا. طبعا انا ما حطيتش لسه اي حاجه من الملح، ما ملحتهاش نهائي. كده ابتدي بقى املحها. حطيت بقى الملح بتاعي بس مش كتير بصراحه، لان لسه لما احط الرز انا هدوق ال
المرقة بتاعت الرز او الشوربة بتاعت الرز اللي معايا دي، فهشوف كانت هتحتاج ملح ولا لأ. شايفين اهي اللحمة، بصوا كانت خلاص بسم الله ما شاء الله، هي ما خدتش وقت اصلا في السوا، شايفين؟ وكمان لسه هتاخد شوية مع الرز، شايفين ما شاء الله، يعني خلاص داخلة على سوا جامد. فبرضو هسيبها شوية مع حبة الملح. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو بجد ما تنسونيش في تعليق حلو منكم، كلمة كويسة تشجعني، واللايك بتاعكم الجميل اللي ما استغناش عنه. واللي ما اشتركتش يا ريت لو عجبها الفيديو او القناة تشترك معايا، تدوسوا على الزرار الاحمر سبسكرايب، بتدوس على زرار الكل عشان اي فيديو جديد انزله يوصلك على طول. كانت خلاص اللحمة بجد دابت معايا قوي. كنت غاسلة بقى هنا الرز البسمتي، طبعا لازم من اصول الكبسة لازم تتعمل برز بسمتي، ما ينفعش الرز البلدي بتاعنا. آه كنت غسلاه ومصفياه بالطريقة دي وحطيته كده. لازم كمان تظبطوا المية بتاعته كويس قوي، علشان لو زادت هيتهري منكو او هيعجن. قد الرز يعتبر قد المية او اقل حاجة بسيطة، عشان لو احتاجنا شوربة او مية نقدر نزوده. انا بعمل كده عامة، بحب اقلل شوية المية علشان في رز بيشرب او رز لأ، دي تبقى في ايدنا. لكن لو المية زادت طبعا اكيد هتعجن ومش هيبقى لها اي تصرف. انا سبته كده وحطيت عليه بقى القرن الفلفل الحراق ده، برضو بيدي طعم جميل جدا. دي برضو من اصول الكبسة السعودي، لازم الفلفل والحاجات الحلوة دي بتديها تحبيشة كده جميلة. كانت بسم الله ما شاء الله الريحة بتاعتها مش قادرة اوصف لكم، ريحتها كانت جميلة جدا بجد. اللي مجربهاش، اللي عنده حتة لحمة محتارة تعملي فيها ايه، بجد الطريقة دي هتعجبكم قوي قوي. ولادكم هيتشجعوا برضو على اكلها. لو انت عندك عزومة ومش حابة تطبخي او تتعبي كتير في المطبخ، دي يعتبر طبخة الحلة الواحدة، مش مرهقة خالص ولا متعبة قوي. يعني بصوا ابسط اكلة تقدروا تعملوها، واكلة جميلة جدا. بصوا شايفين كده خلاص كان الرز استوى، شايفين مفلفل ازاي، يعني كل رزاية الواحدة بوحدتها الحمد لله. وطعمه كان جميل جدا، البهارات جميلة والريحة كانت حلوة قوي قوي ما شاء الله، بألف هنا وشفا. طبعا بصوا بقى التكة اللي جاية دي، هو المفروض يبقى نحط الطبق بقى ونقلبها زي حبايبنا اللي بيعملوها كده، بس انا بصراحة ما حبيتش كده. هوريكم بقى الشكل اللي انا هقدمه معاكم. حبيت كده انزل اللحمة كلها في الطبق، ما يعني كلها كده قبل الرز بالطريقة دي، ورصيت عليها اللحمة بالطريقة دي كده والفلفل، علشان بس الشكل الجمالي يبقى حلو كده ويفتح النفس. زي ما احنا عارفين العين بتاكل قبل البق. بصوا كده حتة اللحمة دايبة دوب من العظم خالص طالعة ما شاء الله، دايبة جدا يعني مفيش. بصوا انتوا شايفين آه اللي عجبه بقى شكل الرصة دي كده في الطبق يقول لي رصتها حلوة، ولا انا كنت دلقت الكبسة مرة واحدة كده في طبق زي ما حبايبنا بيعملوا. انا حبيت كده المنظر يبقى جميل معاكم، لان انتوا تستاهلوا كل حاجة حلوة انا اعملها عشانكم. شايفين بصوا حتة اللحمة اهم حاجة السوا، انا بكرر تاني عشان ممكن في ناس تبقى شادة منها، لا خدوا بالكم من سوا اللحمة كويس جدا. وكده حبايب قلبي يكون الفيديو خلص، واستنوني فيديوهات تانية كتير، واقول لكم سلام.